ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لوك ميك اب ده مع بعض. انا بعتمد فيه على الايلاينر، هو عريض شويه. طبعا اول حاجه رطبت بشرتي، بعد كده جبت صوب برو ماركه روزبيري، مشطت بيها شعر حواجبي وهسيبه شويه. بحب اعمل الحركه دي بعد ما مشطها بصباعي عشان تبقى مترتبه. الدرجه اللي انا جبتها سوفت براون، هو بيجي معاه جل كمان. بعد ما بسرح شعر حواجبي، بحب انضف حوالين الحاجب كده عشان ما يبقاش فيه سبرو او الصابون عامه. اي حاجه انتي بتستخدميها تبقى مكلكعه كده. انا هبتدي اخد من الجل وهرسم بيه حواجبي. بصراحه هو طري جدا وثابت جدا، بصراحه ووتر بروف. ف... والدرجه بتاعته كمان عجبتني جدا، وكمان سعره مش غالي يعني، فحلو جدا ان هو بيجي اتنين في واحد مع بعض. هنا استخدمت كونسيلر من باليت ميك اب فور ايفر، نضفت بيها حوالين الحاجب. وهنا بدمج الكونسيلر بفرشة عادية، بتنضف الحاجب وبتخلي الحاجب بارز وواضح اكتر. وهنا برضو استخدمت من نفس الباليت بتاعت ميك اب فور ايفر، استخدمت برضو درجة كده بكنسل بيها الهالات واي تصبغات في البشرة. ممكن تستخدمي كوريكتور، ممكن تستخدمي كوريكتور او كونسيلر اغمق من بشرتك، ان انتي توحدي لون البشرة. فبصراحة حلوة جدا وانا بحب الباليت دي جدا، ان انا كنسل بيها الهالات واي حاجة في البشرة، يعني اي عيوب البشرة. وبدمج بالراحة في مكانها بالطبطبة كده عشان ما امسحش اللي انا حطيته يعني. بصوا بعد ما ادمجه انتوا هتحسوا بالفرق، ان مكان الهالات اختفى والتصبغات اللي حوالين البق اختفت برضو. كل حاجة بالراحة وبتطبطبي مكانها او بتدمجي مكانها عشان السبونج ما تسحبش كمية الكونسيلر او الفاونديشن او الكوريكتور اللي انت حطيتيها. بعد كده جبت الفاونديشن ده من شيجلام، انا اول مرة بصراحة اجربه، هو حلو جدا وطلع فول كفر. ونقطة منه يعني، هي انا ما خدتش بس غير مرتين بالبرش على بشرتي، فبصراحة هو حلو جدا جدا والتغطية بتاعته حلوة جدا بصراحة. والدرجة اللي انا استخدمتها وورم فانيلا، فهو بصراحة حلو جدا جدا. وهجرب منه كمان درجات كتير قوي، ودرجات كمان اللي هي الغامقة اللي مديه على الكونتور كده برضو هجربها بصراحة لانه حلو. هرش فيكسنج سبراي على السبونج وهدمج. انا الاول بحب ادمج بالفرشة وبعد كده بطبطب او باخد كل الزيادات بالسبونج. بعد كده هستخدم الكونسيلر ده من تار، درجتي فيه 36 اس 200 سنت. هو حلو جدا وفول كفر. مفروض ان انتي اول ما تحطيه لانه بينشف بسرعة تدمجيه على طول. فبصراحة ده انا بعشقه، الكونسيلر ده انا بعشقه بصراحة. التغطية بتاعته حلوة جدا. بصوا انا حاطة نقط بس كده في بشرتي، فبصراحة نقطة واحدة بتخلي البشرة كأنها فلتر. فبصراحة هو حلو جدا الكونسيلر دوت، حلو جدا كمان للمناسبات لانه تقيل وفول كفر. بعد كده هستخدم الباليت دي من ميك اب فور ايفر، هستخدم درجتين دول هعمل بيهم كونتور للبشرة. بصراحة دي احلى حاجة بحبها في فقرة الميك اب، هي فقرة الكونتور، ان انتي تحددي ملامح البشرة دي.
وهنا كده بعمل كونتور عند العين، بسحب بيه كده العين لفوق، بصراحة بيدي برضو شكل حلو قوي للميك اب. وهنا هستخدم البلاشر من عند حسنة، بصراحة هو حلو جدا جدا جدا، والبيجمنت بتاعه حلو جدا. الدرجة دي على اورنج، وانا جبت منها كل درجاته حلوة جدا، فظيعة فظيعة. درجة الكونتور بتاعتهم حلوة جدا، هستخدمها في اللوك اللي جاي ان شاء الله. اولا سهل في الدمج، مش بينشف خالص على البشرة او بيبقى زي بقية اي تنت تاني احنا بنجيبه، لا هو حلو جدا، وكمان طبيعي يعني مواد طبيعية. فبصراحة ده حاجة وهم، يعني دي احسن حاجة انا جبتها، دي حاجة وهم بدرجاته كلها. بصوا كمان لونه على البشرة بعد ما اتدمج فظيع فظيع بجد، يعني لونه ولا احلى من اي بلاشر او تنت تاني بصراحة. هنا بقى بعد ما دمجت كل حاجة بالفرشة، بحب اعيد تاني بالسبونج كده، اخد كل الزيادات اللي في البشرة، لو في اي حاجة زيادة في البشرة السبونجة بتسحبها برضو. فدي حاجة حلوة جدا برضو بصراحة، تدي افكت للبشرة حلو. بعد كده هستخدم لوز باودر من مورفي، الدرجة دي اللي هي على بنانا. بثبت الاول تحت العين بكمية قليلة جدا، بعد كده بقى هحط الكمية اللي انا عايزاها، عشان مفيش اي شادو ينزل على البشرة يبهدلها. انا بحط الكمية الصغيرة دي الاول اثبت بيها واداري الخطوط اللي تحت العين. بعد كده هستخدم باليت الاي شادو دي من اربن ديكي. هستخدم لون البني اللي هو الفاتح شوية ده، هعمل بيه بيزنج للعين، مش هحط الوان كتيرة خالص فوق العين، هو الدرجة دي بس اللي انا هحطها، ودرجة بني غامق من عند طرف العين بس، لكن الدرجة الفاتحة دي انا هستخدمها للبيزنج بتاع العين كله. انا هبتدي ادمجهم كويس، وهنا هستخدم فرشة اصغر شوية، هستخدم بيها اللون البني الغامق عند طرف العين، وهبتدي ادمجه كويس لجوه. ما هوزعه هوزعه على جفن العين كله برضو، بس هو من عند الطرف اكتر، يعني عند طرف العين من نهاية العين اكتر هغمق. هستخدم قلم الايلاينر ده من شي جلام، بصراحة القلم ده انا شكرت فيه كذا مرة، هو وهم سواده حلو جدا وثابت جدا ووتر بروف. فبصراحة القلم ده اي حد عايز يشتريه وهو مغمض. بصوا هنا بصراحة تحسوا ان انا مرتبكة، لاني مش بعرف ارسم الايلاينر قدام التليفون، وكانت المراية قدامي صغيرة جدا. ف فالحمد لله تمت، وبحمد الله رسمت العينين، بس في من بعيد يعني هتلاحظوا واحدة غير التانية، فهظبطهم في الاخر. وهنا استخدمت قلم كحل من سيفورا، بحب استخدمه في الجفن اللي فوق بتاع العين، بحط كده بيدي شكل العين حلو جدا. بعد كده استخدمت باليت الاي شادو تاني اللي هي من ارابين ديكي، استخدمت اللون الفاتح اللي انا استخدمته الاول بيزنج للعين، هستخدمه تحت، هدمجه برضو تحت. وهستخدم برضو الدمج سوري الدرجة الغامقة برضو اللي انا استخدمتها برضو هستخدمها، هوسع بيها كده العين، ده اللي هو النفخة الوهمية يعني. واستخدمت قلم سيفورا برضو، عملت بيه كحل للعين، بصراحة حسيت ان هو يدي شكل العين احلى، فاستخدمت اسود.
وهنا هبتدي احدد شفايفي بقلم بني غامق، اعمل بيه كده كونتور للشفايف. بعد كده هستخدم الماسكارا دي من شي جلام، اللي هي ناحيتين، ناحية بتكثف وناحية بتطول. هي حلوة جدا بصراحة، وبتدي كثافة للرموش وطول حلو جدا. استخدمتها برضو للرموش السفلية عشان اوسع بيها العين، فبصراحة هي حلوة ومهببتش خالص. بعد كده هستخدم باليت الكونتور دي البودر من ميك اوفر 22. استخدمت درجتين عملت بيهم كونتور. الباليت دي حلوة قوي برضو، والبيجمنت بتاعها حلو. بعد كده هستخدم البلاشر ده من نود درجة 01. هو على بينك فاتح شوية بصراحة، بس حلو قوي، انا بحبه بصراحة. بعد كده برضو هستخدم باليت دي من تارت، هي هايلايتر وكونتور مع بعض، درجتين هايلايتر ودرجة كونتور. بصراحة برضو الهايلايتر بتاعهم حلو قوي، والبيجمنت بتاعه حلو قوي. بصراحة انا هستخدم 2 هايلايتر، هستخدم تارت وهستخدم افرو عشان حابة البشرة تكون جلوي اكتر. وانا حبيت احط الهايلايتر عند البق كده كله. شفت الحركة دي على التيك توك، بيقول بيدي فوليوم للشفايف اكتر، فحبيت اجربها بصراحة. وحطيت كمان تحت الحاجب عشان ابرز الحاجب. وهنا بعيد تاني الهايلايتر بتاع افرا الفاتح، بحطه تاني على البشرة. بصوا شكل البشرة حلوة ازاي، وهي بتدي جلوي كده. حطيت كمان من نفس الهايلايتر عند مدمع العين بتاع افرا. وهنا هبتدي انضف تحت العين بكومباكت باودر من ميك اب فوريفر. هنا خلاص كده خلصنا اللوك، ويا ريت لو اللوك عجبكم ما تنسيش تقولي لي رايكم تحت، وايه اللي انتوا حابين ان انا اعمله بعد كده. وفي الاخر هرش سيتنج سبراي من شي جلام. ويا رب يكون اللوك عجبكم، ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو تحت.